احنا المصريين اللي مش شايفين اصلا، احنا اللي مش طالعين. اوعى يصعب عليك نفسك، اوعى يصعب عليك نفسك لما تلاقي واحد قاعد بيعمل 3000 جنيه وبيعمل ب 400000 جنيه وب 300000 جنيه في ساعتين، وانت بتحلم بحياتك اللي انت بس تجيب شقه. اوعى تصعب عليك نفسك، اوعى ورب تكون تصعب عليك نفسك. هم بيستحلوا، احنا يا باشا بنجيبها بعرق جبيننا، بنجيبها بشقانا، بنجيبها بتعبنا يا حبيب قلبي. احنا يا باشا انت راجل وانا راجل والبت اللي ساتره نفسها وقاعده في البيت اختك دي ست محترمه بنت شريفه، ما بتطلعش تعمل زي ما بيعملوا، ما بتطلعش تفضل تقول لي ده وتدعم. مين اللي بيدعم الناس دي؟ مين اللي بيدعم؟ مين اللي بيدخل الناس دي الحمامات واللي بيشوفوا في الزفت دوت ويخشوا ويقعدوا تحت الدش ويعملوا مين اللي بيدعم الناس دي؟ عمرك ما فكرت كده بعقلكم مين اللي بيدعموا الناس دي؟ عايزيننا كلنا نعمل زيهم، عايزيننا كلنا نبقى شكلنا وحش، عايزيننا كلنا نسيب اشغالنا ونسيب حياتنا ونقول لك لا ده هو ده اللي بيجيب فلوس، هو ده اللي بيجيب فلوس دلوقتي فنعمل زيهم، فنطلع نصعب علينا نفسنا اللي احنا مش عارفين وشقيانين. سواء انا بقى متغرب، سواء انت بقى قاعد في بلدك، سواء ده هنا سواء ده هنا، هم كل اللي شغالهم دلوقتي اللي هم يخلونا كلنا نعمل زي الناس دي، نفضل قاعدين نفضل نترقص ونفضل نعمل ونهز ونوز ونجز عشان نجيب الايه الفلوس. لا يا بابا احنا وهو احنا يا باشا من زمن الزمن، من ايام ما كنا عيال صغيره واهالينا معلمينا اللي دراعنا هو اللي بيجيب لنا الجنيه، والجنيه اللي ما بيخشش غير على دراعنا ما بيستحلوش.